السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بالف صحه وعافيه. مره اخرى كنرحب بكم في القناه ديالي شاف هند كشاني في روتين جديد، طلبيه جديده ان شاء الله. كنوعدكم يعني نبقى ننزل لكم المزيد من الطلبيات، لان بزاف البنات صراحه كيبغيو بحال هاد الفيديوهات، كيبغيو كيفاش كتمر يعني المراحل ديال الخدمه ديال هاد الطلبيات والثمن باش كنخرجهم، سيرتو في هذا الغلاء اللي احنا كنعيشو كاملين. الله يلطف بينا والله يرحمنا برحمته الواسعه ان شاء الله. ف يعني كنحاول ما امكن، لان البنات انا دائما كنقول لكم راني كنحاول ما امكن انني نصور لكم. لا كنت زعما يعني عندي الخدمه بالزيد وما عنديش حتى الوقت فين نحك راسي، راه ما كنقدرش نصور، لان التصوير راه صراحه راه متعب باش تمونطي باش تبقاي تصوري كل حاجه وانت كتخدمي، راه شويه كتجيك صعيبه. كتفضلي انك تكملي الكوموند الكليان، تعطيه ليه في الوقت ديالو، كتضحي بالتصوير. فاليوم ان شاء الله روتين جديد ديال واحد الطلبيه ديال جوج ديال البلاطويات فيهم 4 ديال الشكيلات ديال اللوز و4 تشكيلات ديال الصابلي كذلك باللوز. المهم هاد الخدمه خدمتها في واحد الوقت قصير بزاف. يعني كانت الخدمه تزامنت مع اللعب ديال المنتخب ديالنا المغربي، يعني كانت نهار الخميس تقريبا، بديتها تقريبا مع ديك 3 د العشيه. بديت الخدمه ديالها، فكانت متزامنه مع اللعب ديال المنتخب ديالنا، وكان عليا انا خصني نشجع المنتخب ونتفرج كمغربيه، وكذلك خصني ضروري نخدم للسيده لان ما غتعاتقش معايا بطبيعه الحال، غتعرف غير خدمتها توصل في الوقت، وهي كانت باغيها الغد ليه الجمعه مع الجوج. يعني ما كاينش عندي الوقت بزاف، وكانوا عندي طلبيات اخرين ديال الناس اخرين ديال الفقاس والبهله وكذلك الصابلي، يعني ودخلت معاهم هاد جوج ديال البلاطويات اللي صراحه جاو رائعين. هانتوما كتشوفوا البلاطو انا كيفاش كنخدموا، راه ما كنخدموش خاوي، يعني كنعمروا على حسب عدد الاشخاص اللي غيكونوا في ديك الطبله، ولكن كنعبر هادشي اللي كندير مع الكليان. يعني ان شاء الله غنحاول في هذا الفيديو نشارك معكم جميع المراحل اللي مرت منها هذه الحلوى، طريقه الخدمه ديالها، وكذلك الاجواء اللي عشتها مع المنتخب ديالنا. كيف فرحنا، الله يفرحهم والله يكمل عليهم بالخير. فهنايا كيف ما كتشوفوا بالنسبه لجوج ديال البلاطويات 4 اشكال ديال اللوز في كل بلاطو، خديت تقريبا 750 غرام ديال اللوز اللي طحنتها مع نصف الكميه ديالها ديال السكر. طبيعه الحال درت لها الزبده، الروح ديال الزهر، المسكه الحره، طبيعه الحال الكونفيتور كيف ما كندير العقده دائما، عندي فيديوهات رجعوا ليهم. يعني ودلكتها مزيان وقسمتها 4 ديال الشكيلات. هنا تقريبا خرجت ليا حدو في قدو، لان الكعبه كتهز اللوز، وخاص الشكيلات في البلاطو يكونوا شكال باينين وهمويين، ما خصهمش يكونوا صغار بزاف، يعني خصهم يكونوا باينين في البلاطو عاطين العين. المهم هنا 4 شكيلات كيف ما شفتوا، راني بديت بالكعبه ودرت كويرات، ويعني المهم حاولت نخدم شكيلات اللي يكونوا في نفس الوقت زوينين ولكن ساهلين، في نفس الوقت يكونوا ساهلين. كيف ما قلت لكم راني خاصني ضروري نتبع المنتخب، راني خدامه دابا وفي نفس الوقت راني متبعه يعني مباشره خدامه مباشره بقبالتي التلفازه كنتفرج، يعني كنفرح معاهم. وما نقولش لكم راه والله العظيم الا رجلي ما هزينيش بالخلعه، كنت خايفه بزاف ان يعني ما يربحوش ولا شي حاجه ولا طرا شي مفاجاه، ولكن الحمد لله كيف ما قلت لكم راه فرحونا، الله يفرحهم الله يكمل عليهم بخير. المهم بديت الشكل الاول اللي خرجت منه تقريبا 20 حبه كيف ما قلت لكم بزز، يعني 57 غرام ديال اللوز قدرت تعطيني 4 تشكيلات في كل بلاطو، يعني 40 حبه في 40 حبه هي 80 حبه، يعني خرجتهم حدهم في قدهم الحمد لله. يعني اي حاجه البنات ملي تبغيو تخدموا فصليو واحد جوج ديال الركعات وبسم الله وبداو الخدمه ديالكم، ان شاء الله راه عمركم ما تخيبوا، وداك الشيء غيخرج ان شاء الله بين يديكم، يعني غيعطيكم العدد اللي كاين، يعني غيخرجكم ان شاء الله. وكذلك الحلوى يعني غتكون يعني ميسره وتصدق لكم مزيانه. المهم كيف ما كتشوفوا هنا راه بديت بالكعب غزال، درت كعب غزال عاديه ما درتهاش يعني بلديه، ما درتهاش منقوشه، سرحت العجينه ديالي كيف ما كندير هنايا. راه الشتيوه الحمد لله رحمنا ربي بواحد الشتيوه، ها انتم الشتيوه كتصب، يعني رحمنا ربي بهاد الشتيوه الحمد لله. يعني سبحان الله داك النهار داز فيه كلشي مزيان وكلشي فرحان.
المهم دزت للشكل الثاني مباشره وانا كنخدم فيه. هذا الشكل الثاني هو ديال المرشم ديال المعمول. ها انتم شوفوا الاجواء اللي كنعيشها، يعني راني متبعه مع المنتخب، كل مره كنطير قدام التلفازه حتى كنتفرج ملي كيكون شي يعني كتكون شي محاوله ولا شنو، كنطير قدام التلفازه حتى كنتفرج وكنرجع يعني المهم راني ما فاكاش، خدامه في الحلوى وفي نفس الوقت راني متبعه المنتخب. غنرجعوا ان شاء الله الحليوه ديالنا. كيف ما قلت لكم الشكل الثاني اختاريت انني ندير الشكل ديال المعمول. بالنسبه لي الشكل ديال المعمول هو اسهل شكل، يعني ما فيه لا نقيش لا والو وما غياخذش ليا الوقت، وفي نفس الوقت يعني واحد 20 حبه. يعني كيف ما قلت لكم راه خرجت العدد هو يعني حضيت مع الفران. يعني اي حاجه تقدر تخرج ليا من الجنب حاولت نيفيتيها، لان كما قلت لكم خرجت بزز هاد العدد. هانتوما شوفوا الشكل ديال المرشم يعني ساهله كنرش بحال هكا. صافي يعني المنتخب ربح وما بقى عندي ما نقول. غنخليكم ان شاء الله مع الاجواء ديال الرباح ديال المنتخب ديالنا والفرحه. صراحه فرحونا، الله يفرحهم. سيدنا محمد الله مع الجال علي. ورجعنا تاني نخدموا الحليوه ديالنا. فرحنا والله البنات صراحه، فرحنا واحد الفرحه كبيره. وكانوا الناس هاد الساعه خارجين يعني كيدوروا في الشوارع فرحانين. صراحه كنت بغيت انا نخرج بحال هكا ونفرح معاهم، ولكن راه الخدمه ما كترحمش. فدزت للشكل الثالث مباشره، وهو يعني هانتوما شفتوا حتى الاضاءه يعني ديك الساعه بدا الظلام كيطيح الظلام. يعني درت الشكل ديال القرن حتى هو في ساعه نقشته، يعني ما كانش عندي كونتيتي كثيره اللي غتشد ليا بزاف ديال الوقت فقط. فحبست على هذاك الحد بالنسبه لي كوموند ديال البلاطويات، ودزت لواحد الكوموند اخر كان عندي ديال البهله وديال الفقاس حتى هو. يعني بقيت خدامه فيه، يعني كنخدم هكا ملي كيكونوا عندي الكوموندات. ف انا حاولتها لك فيديو باش ما يجيش طويل، اما كنت غنقول لكم الروتين ديال اللي عشتو داك النهار كامل يعني. ولكن ما غيقدنيش الوقت وحتى الفيديو غيجي طويل. فان شاء الله مره اخرى ان شاء الله. هنا الغد لي يعني الجمعه في الصباح غير تقريبا غير فقت. فوجدت الفطور لوليداتي ودرت الغدي واحد كندير كسكسو فنصبتها بكري عاد باش خدمت الشكل الرابع اللي هو الشكل ديال غريبه ديال القرقاع. هي ماشي غريبه ديال القرقاع البنات، هذه كنخدمها صراحه كتجي غزاله، هي باللوز ولكن كنديرها بنكهه القرقاع. يعني كتجي اقتصاديه على غريبه ديال القرقاع وكتجي فحالها وكتجي غزاله. وراني منزله فيديو طريقه الخدمه ديالها حتى هي راه كتكون ساهله. يعني ما كنغشوش الكليان، كنقول له راه ديال اللوز ولكن راه بنكهه القرقاع. يعني ما كنغشوش الكليان نهائيا، كنقول له ودي راه كاينه واحد الغريبه لا بغيت نديرها لك راه باللوز ولكن راه كتجي بحالها بحال غريبه القرقاع، ما كتفرق بينها وبينها حتى شي حاجه. يعني ها انتم شفتوا من بعد ما شفت في الطاوه درت نص قرقاعه، درت غير نص قرقاعه لان شويه درتي القرقاع شويه قرقاعه نص قرقاعه، درت تقريبا عفوا ربع قرقاعه، درت نص قرقاعه شويه غطلع لي القضيه قاصحه. وانا خصني ما امكن نخرج داك الثمن اللي خصني ندير. فبالنسبه للوز كونكاستي كيف ما وريتكم فسخت اللوز باش نفيني الصابلي. هنا الحلوه ديال اللوز راني بطبيعه الحال من بعد ما باتت راني حمرتها اللي بديت كنفيني فيها. هنا اللوز ها نتوما البنات راه ملي كنفسخو يعني كنزول القشره ديالو كنخليه ينشف وكنطحنو في 1 2 3. ضروري الحلاويات تكون عندكم 1 2 3
ضروري تشريوها في الدار. يعني بالنسبه الطحين ديال اللوز ديروه يعني عقده، راه كاين على برا فين طحنوا، ولكن بالنسبه لهذا اللوز كونكاسي بحال ما هكا، راك شفتوا راه وريتكم كنخدم باللوز البنات، راه تقليد عليا انا. الصابلي ديالي ما كنخدموش نهائيا مكاوكاو ملي بديت، ولا كنبداه باللوز. يعني المهم راك شفتوا كيفاش الطريقه، كنطحنوا في 1 2 3 نديرو في الفران حتى كيتحمر على مهل باش كنفينيو. ها نتوما فينيت تقريبا عدد الحبات، لان الصابلي ديجا البنات كيف ما قلت لكم خدامه فيه لواحد الكليانه. هذا ربحت به شويه ديال الوقت. الصابلي كان عندي خدامه فيه لواحد الكليانه، ودرت شويه بالزيت وبديت فينيت كل شكل 4 اشكال، كل شكل فينيت فيه تقريبا 20 حبه. كندير بحال هكا 22 حبه بالزيت على حساب تهرس ليا شي وحده ولا شي حاجه. صافي يعني وجدته من ورا فاش خدمت اللوز فينيت اللوز. بالنسبه للحلوه ديال المعمول حتى هي قطعت اللوز طريفات، راه حتى هي فايته خادمه في واحد الفيديو، طريفات والكركاع طريفات، ودرت ليها الزبيب ودرت ليها النوازيط ودرت ليها شويه الناباج وشويه ديال الكليكوز وسخنتهم وعمرت بهم ديك الحفيره ديال المعمول. بالنسبه للحلوه ديال القرن راه المنقوشه حتى هي فنتها، درت الناباج وفنتها في اللوز هذاك الكونكاسي اللي وريتكم طريقه الخدمه ديالو. وبالنسبه لكعب غزال ما كتحتاجش الفينيسيون صافي. وكيبقى الشكل ديال الغريبه تا هو محتاج الفينيسيون، يعني طيبته في الصباح خليتها تبردت، جات رائعه، جات مشقه، جات غزاله. صافي وكنبدا نستف في البلاطويات ديالي، كنبدا نحاول ما امكن نشوف المنظر واش جا هو هذاك، ما جاش هو هذاك كنحاول نغير. بالنسبه لهاد البلاطويات البنات، بالنسبه لهاد البلاطويات كتحاولوا تعبروا كيف ما قلت لكم، كتعبروا يعني هذاك اللوز كامل. راك شفتوني حاطه الصابلي في الطبسيل، يعني راه عبرتو شحال خرج ليا، يعني خرج ليا كيلو ونص عبار. وبالنسبه سميتو اللوز هو تقريبا كيلو ونص عبار، كيلو ونص عبار، كيلو ونص عبار بالنسبه للوز. وبالنسبه للصابلي عمروا ليا 2 ديال البلاطويات مزيانين عامرين 10 الحبه من كل شكل، ماشي البلاطويات اللي كيتباعوا مثلا في الباتيسريت على برا وداك الشيء كيديروا حبات قلال وكيعبروا عاد باش كيبيعوا. لا، هذا راه بلاطو عامر يعني عاطي العين. هذه هي الخدمه اللي كنخدم انا، ماشي كندير عدد قليل في كل حبه، يعني جا هائل. فتقاموا عليا تقريبا ندوزهم للكليان ديالي ب 160 درهم للبلاطو. الخير والبركه، ما كنبغيش انايا نضيع ولا نضيع شي حد ولا نضيع انا. داكشي علاش كنخدم بالعبار كيلو ونص كيلو ونص. فعطاوني انني خصني نخرج هذا البلاطو ب 160 درهم للبلاطو. وبما ان المنتخب ديالنا ربح داك النهار، يعني وانا كخدامه في هذا الكوموند، فنقصت للسيده 10 دراهم في البلاطو، دوزت لها ب 150 درهم بالصحه والراحه. صراحه عجبوها وجاو زوينين. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل وفرحه مقبله باذن الله.